مساء النور، شحوالكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفه جديده. واليوم ان شاء الله حبيت نشارك معكم الطمينه البيضاء. هذا النوع من الطمينه اللي معروفه في ولايه سكيكدا وجيجل، والمعروف ايضا انهم يحضروها في المولد النبوي الشريف، يعني احتفالا بالمولد يحضروها. هذه اول مره حنجربها وحبيت نشاركها معكم، وراح نعطيكم رايي فيها بكل صدق وكل امانه. نبداو على بركه الله في التحضير. نجيبوا كميه من سميد، ومن اهم يعني اسرار نجاح هذه الوصفه ولا هذه الطمينه انكم تستعملوا السميد الناعم جدا، يعني سميد الرطب، ويكون نوعيه ممتازه. نديو منها 3 كيسان كما راكم تشوفوا. في الوقت هذا كنا حطينا القدره تاعنا فيها كميه من الماء ونخليوه يغلي. 3 كيسان راح نستعمل اللي حطيتهم البنات، ما راح نستعملهم كامل، لكن نفضل يعني ندير كميه بالزايد. خليوها مدة 20 دقيقة يفور ومن بعد ننزلوه. حاولوا اننا نفتحوه بالطريقة هذه، يعني نتخلصوا من هذيك الكتل اللي تكون فيه. نجيبوا المقلاة ونحطوا فيها الكمية تاع السميد كامل ونروحوا نحمصوه على نار تكون ضعيفة جدا، يعني سخانة، ولا النار ما تكونش متوسطة البنات وما تكونش اقل من متوسطة، تكون ضعيفة يعني قريب راح تطفى. نبقاو نحركو مدة يعني ممكن من 15 حتى ل 20 دقيقة. لازم البنات يتحمصوا وتشموا يعني ريحة السميد المحمص بدون ما يتغير اللون نتاعو. والسر في هذا هي النار الضعيفة والتحريك المستمر. بقاو حركوها حركوها، ما تخليوش السميد يعني يدي لون. انا خليتها 20 دقيقة ودوك تشوفوا البنات النتيجة النهائية. كما قلت لكم ما تنحيوش يديكم، تبقاو تحركوا. هذه النتيجة النهائية، يعني السميد تاعنا عطانا هذيك الريحة، ريحة السميد المحمص بلا ما يتغير اللون نتاعو. خليوه ابار يعني ونخليوه يبرد. الخطوة هذه تنجموا ديروها قبل بعدة ساعات، يعني حضريها في الصباح وتستعمليها في العشية. انا خليته تقريبا 3 سوايع برد، ومن بعد نروحوا نديروا الخطوه الثانيه. عندي 200 غرام الزبده، زبده تكون في الثلاجه البنات في الفريجيدار، ما تستعملوش الزبده تكون طريه ياسر. نضيفوا لها 3 ملاعق تاع اكل كبار تكون معمر عسل، وعلبه شاميه اللي ولا حلوه الترك، كل ولايه واش يسميوها. نضيفوا معها 4 ملاعق كبار يكونوا معمرين مليح سكر جلاس، يعني السكر الناعم. لهنا البنات تقصت لي التصوير، درت 4 ملاعق سكر جلاس، وزوز ملاعق صغار لافاني، وزوز ملاعق كبار ماء الزهر. وماء الزهر لهنا اختياري، تنجموا تستغناو عليه يعني اللي ما يحبش الذوق نتاعو. نستعملوا الباتور ونبقاو نحركو حتى نشوفوا يعني الخليط تاعنا تغير اللون نتاعو ولا ابيض. نزلوا ديما على الاطراف كما راكم تشوفوا، ما تخليوش الخليط يبقى على الاطراف تاع حاولوا انكم تنزلوه كامل. شوفوا القوام اللي تحصلوا عليه، الخليط يولي ابيض ويضاعف الحجم نتاعو وتحسوه خفيف. من بعد نجيبوا السميد ونضيفوه على مراحل. حاولوا انكم تضيفوا بالتدريج، سورتو المبتدئات اللي ما عندهاش خبره، لان نعرفوا كامل السميد فيه عده انواع. كاين السميد اللي يشرب وكاين السميد اللي ما يشربش. ميم انا هذوك 3 كيسان اللي فورناهم كامل وحمصناهم، قلت لكم في بدايه الفيديو ما راح نستعملوهم كامل، راح نديو منهم كميه فقط. من الافضل نستعملوا يدنا لهنا باش نعرفوا الملمس تاع الطمينه يعني والقوام اللي وصلنا له. حاولوا انكم كتحركوا تعجنوا في نفس الوقت. الطريقه راح نقدم بها انا الطمينه يعني تتطلب قوام يكون شوي متماسك. اللي حابه تقدموا في يعني طريقه بسيطه في التزيين تاعها، يعني مكسرات هكا قادر ترحيها في الخشين وتزين بيها، ولا حلوى تنجم تخليها شويه طريه، لكن انا محتاجه القوام يكون شوي شد روح. والمبتدئات واللي تحس باللي السميد اغلبها يعني جاتها شويه شايحه، طال الحل بسيط جدا. واش ديروا؟ تجيبوا مغرف تاع اكل تكون معمره مليح عسل ومغرف زبده، تعاود تضربهم مليح مع بعضاهم، ومن بعد تضيفهم راح تحس باللي الطمينه تاعها طلقت روحها ويعني ورجعت القوام المطلوب. شوفوا لما كيف ما نلمها تولي كتله واحده. لهنا نحبس ما بقاش نضيف. نجيب الصحن راح نقدم فيه، نفتحها كامل في الصحن ونحاول ان يعني نملس الوجه نتاعها. لازم الوجه تاعها يكون املس جدا. انا استعملت لاكوبات لهنا.
ومن بعد نجيبوا السكينه ونجيو للوسط تاع الصحن ونطراسيو بالطريقه هذه. انا حاولت لهنا ما نقصش يعني في المرحله هذه ما نقصش حتى جزء باش تشوفوا المراحل كامل، لانها طريقه بسيطه جدا لكن المبتدئات ممكن ما تنجحش معاه. شوفوا كما شفتوني درت جيت الوسط وتراسيتها ومن بعد نروح للاطراف وبنفس الطريقه كما راكم تشوفوا. اللي ما تعرفش تنجم عفوا تقص فيش كرتوني وتستعملها، يعني تقيس على حسب الحجم اللي حبته هي وتتراسي به. من بعد ما نكمل نجيب السكينه وننزل بها للاسفل، يعني نقص التركه شوفوا البنات ما ننزل بالسكينه للاسفل. لأن ان شاء الله ما تفوتوش في الفيديو وتشوفوا جميع الخطوات وجميع المراحل. صدقوني هذه البنات الطمينه اكثر من رائعه، اول مره نذوقها كما قلت لكم، لكن صدقوني الذوق خرافي. نتمنى ان شاء الله تجربوها في هذا المولد وانا متاكده ان شاء الله راح تعجبكم. شوفوا نجيبوا من بعد السكينه بالطرف تاع السكينه، يعني الحافه تاع السكينه نضغط، روحوا للزاويه تاع المربع ونضغط عليها مليح، نضغطوه للداخل كما راكم تشوفوا. طريقة سهلة وبسيطة جدا. نكملها معاكم شوي منها ان شاء الله تكون واضحة. شوفوا تروحوا للزاوية تاع المربع وتضغطوا عليها مليح. انا نكملها كامل ونرجع لكم. وهذا الشكل تاعها النهائي. تبقى من بعد حكاية التزيين اختياري، كل وحدة وطريقتها. نجموا تزينوها بورد الشوش في الوسط، كما تنجموا تستعملوا اي نوع من المكسرات، فستق ولا لوز ولا مام الكاوكاو. انا استعملت هذا النوع من المكسرات اللي يجي مغلف بالشوكولا، عطات شكل ما شاء الله ولا اروع. كما قلت لكم تنجموا تقدموها وسي في صحون صغيره يعني فرديه، نتوما واش حبيتوا. لكن للامانه الذوق تاعها خرافي، انا واحده من الناس ننصحكم تجربوها في المولد هذا، متاكده باللي راح تعجبكم. واهم حاجه فيها انكم راح تاكلوا حاجه فيها ذوق حلوه الترك، لكن مشكم راح تعرفوا مكونات تاعها وش. واهم حاجه وسي انها مش ثقيله، يعني كي تاكلي منها مهما كليتي منها تحسيها خفيفه وتبقى طريه وشده روحها، يعني لعده ساعات ممكن تبقى معك حتى لنهارين 3. وفي الاخير نقول لكم ان شاء الله وصفتنا لليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش حبيباتي اللي عجبتها الوصفه لايك وبارطاج. في الاخير ما بقى لي غير نقول لكم صحه مولودكم وكل عام وانتم بالف خير.